السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنخلل مع بعض شوية فسيخ زبدة. واثقة ان شاء الله ان الطريقة هتعجبكم لانه هيبقى احلى كمان من بتاع الفسخين. يلا قومي الحقي كده وخلليه علشان تلحقي تاكليه في العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. يلا بقى عشان احنا ايه مستعجلين. هنا معانا انا كان معايا سمكتين بوري. كانت الوزن السمكة كان كيلو الا ربع. وكان في واحدة صغيرة كده ملكوش دعوة بيها. هي كانت تكملة الميزان. تمام. اي كمية سمك حضرتك تحبيها. بس بقى هنقول مواصفات السمك. لازم حضرتك يكون العين بتاعه بتلمع او عين السمك بيلمع قدامك، لازم يكون باصص لك كده وبيلمع. والخياشيم بتاعته تكون وردي، اللون الوردي. والسفة بتاعه كده ما ينزلش بسرعة، لا يكون ماسك على السمكة. والسمكة كده تكون ايه شكلها كده بتلمع وعجباكي زي ما حضراتكم شايفين كده. انا هنا معايا سمكتين. لازم تغسليهم كويس جدا وميلي السمكة. اوعي السمكة تغسليها وهي وشها ليكي، لا ميلي السمكة عشان ما تدخلش فيها مية من جوه السمكة. ميليها وافتحي الخياشيم بتاعتها على ماء جاري كده. اي طين اي حاجات هتنزل منها كويس جدا تغسليها وتصفيها. وهنا بقى في فوطة، انا بقى يعني الفوطة دي مخصصة للفسيخ. جبت الفوطة وفردتها وحطيت كده السمك فيها، وهبتدي بقى بمناديل للمطبخ انشف كده في السمكية. اقعدي كده نشفيها خالص. واقعدي كده افتحي الخياشيم وحطي كده مناديل عشان نسحب الدم، لان الدم ده هو اللي بيبقى الزفارة اللي بتبقى في الفسيخ او الزفارة اللي بتبقى في السمك. حضرتك لازم تنشفيه كويس جدا. وكل شويه تغيري المناديل تغيري المناديل. وبعد كده حطي مناديل جوه الخياشيم عشان لما نسيبه ساعتين. بصوا ما ينفعش نسيبه اكتر من ساعتين، لا 4 ولا 6 ولا الكلام ده، لان الجو خلاص ابتدى يبقى حر. فهو ساعتين حلو قوي. حطي بقى المناديل وشغلي كده المروحه عليه وسيبيه. هيصفي اي دم فيه والمناديل هتسحب كمان الدم اللي فيه اللي احنا بنقول عليها الزفار. هاتي بقى يا ست الكل كده كوبايه من الملح سواء الناعم او الخشن. كله شغال. وحابه حضرتك تحطي معلقه شطه، ده اختياري. حابه يبقى بالملح بس بيبقى زبده برضو. وامسكي كده السمكيه الاول اعمليها شويه مساج كده من عند الظهر، او حضرتك تيجي جنب البطن من عند الديل كده من ورا بظهرها كده. اقعدي كانك بتكسري في العظم بتاعها، اقعدي كده كانك بتعملي لها مساج، اضغطي عليها عشان نطري اللحم من جوه. حلو كده. وامسكي بقى السمكية من عند الخياشيم. حطي كده فيها. ومن عند البق كده افتحي البق الاول وكأنك بتزغطي بط. شفت حضرتك بتزغطوا البط ازاي؟ اقعدي افتحي كده في البق واحشي فيه. ومن الخياشيم هنحشي فيه الخلطة اللي احنا قلنا عليها، الملح بمعلقة شطة. بس كده. حضرتك بقى هتجيبي اكياس، لازم تتعبي كده وانتي بتلفي في الفسيخ، يعني مش كيس واتنين وتلاتة، لا ما تعديش. يعني كل ما تلفيه في اكياس كل ما كان افضل. ما ينزلش ميه معاكي ويستوي معاكي بسرعه. ويبقى التخليل تمام. هتجيبي السمكه عكس التانية. هتروحي رشه خفيفه من الملح وهتحطي السمكيه، وبعد كده صاحبتها عكسها او السمكه التانية عكسها، او اي كميه من السمك هيبقى الراس وديل، والتاني عكسها راس وديل. وهنرش رشة خفيفة لكل طبقة سمك. انا هنا عشان كانوا سمكتين يبقى هي رشة خفيفة من الملح فوق وتحت. وقفلي بقى يا ست الكل، قفلي بكياس على قد ما تقدري، خرجي الهواء وقفلي اي كيس عند حضرتك. قفلتها كويس جدا مثلا بكميه الكيس اللي حضرتك تحبيها. وفي الاخر كده جبت كيس يكون كبير شويه وقفلت برضه. وحضرتك بقى عند حضرتك استرتش راب يبقى كتر خير الدنيا يعني. كده بقى عشان يبقى محكم اقعدي بقى لفي كده، لفيها لفه هدايا شمال ويمين والجنب. اقعدي كده لفيها لحد ما حضرتك تحس ان السمك كله خلاص بقى يعني ايه كفناه بمعنى اصح. حلو كده. هنجيب بقى حضرتك اي مكان ضلمه. انا اخر حاجه بحطها في كيس اسود معلش. وبعد كده اي مكان فرن ما بتستعمليهوش، اوضه ما بتستعملهاش، ضرفه مطبخ، المهم ان هو تحطيه وتسيبيه في المكان ده. طيب مده التخليل قد ايه يا رودي؟ احنا في شتاء من 15 ل 20 يوم. ممكن كمان في الصيف بيبقى المدة طبعا اقل، بيختلف خالص. بس احنا جو كده لا هو شتاء ولا هو صيف. هيقعد معاكي ممكن ل 13 ل 15 يوم، يعني من 13 ل 15 يوم حضرتك ممكن تفتحي عليه. انا ان شاء الله هفتحه معاكم اول يوم العيد. خلاص كده. وان شاء الله هتشوفوه هيبقى زي الزبده. يلا بقى الحقي كده هاتي بسرعه وخللي وفرحي والولاد
وفرحي الحاج صاحب البيت، ولو محدش بياكل منهم فرحي نفسك. وكل سنة وحضراتكم طيبين، واللايك والشير يا حلوين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.